عمرك سألت نفسك ليه دايما بنسمع عن ناس فجأة بقوا أغنياء جدا؟ تلاقي الواحد منهم كان مش لاقي ياكل، وفجأة نلاقيه اشترى عمارات وعربيات. ولما تسأل تلاقي الإجابة بتتقال بهمس: ده لقى حتة آثار، ده فتح مقبرة. طول عمرنا بنسمع القصص دي وبنفتكرها حواديت قهاوي، لحد اما اللعنة دي خبطت على باب بيتنا. أنا اسمي علي، والقصة اللي هحكيها لكم النهاردة بقالي سنين بحاول أمسحها من دماغي، بس لازم حد يسمعها، لازم حد يعرف ايه اللي حصل. احنا كنا أسرة عادية جدا، عايشين في بيت قديم ورثناه عن جدي في قرية من قرى الصعيد. بيت مبني من الطوب في أجزاء منه وأجزاء تانية على المحارة. أبويا كان راجل شقيان بيسعى على رزقنا يوم بيوم، بس في فترة حالته اتغيرت. بدأ يسرح كتير، عينيه دايما زايغة، وبقى بينام ويصحى يصرخ في نص الليل. ولما سألناه في ايه قال ان في حلم بيتكرر معاه كل ليلة، حلم بيشوف فيه راجل عجوز جدا لابس جلابية بيضة قديمة وماشي حافي. الراجل ده كان بيجي يقف في نص حوش البيت عندنا، يشاور بعكازه على نقطة معينة في الأرض ويقول جملة واحدة بصوت كأنه طالع من بير غويط: الكنز تحت رجلك يا مسعود، افتح الباب، الأمانة مستنياك. في البداية أمي قالت له دي تخاريف أحلام، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الحلم مرضاش يسيبه، بالعكس الموضوع بدأ يتطور. أبويا بدأ يشم ريحة بخور غريبة طالعة من الأرض في نفس المكان اللي الراجل شاور عليه. أنا نفسي في يوم كنت سهران وسمعت صوت خبط مكتوم، كأن في حد بيضرب فاس تحت الأرض. الطمع عمى عيون أبويا وقعد مع ناس من اللي بيسموهم شيوخ تسخير أو روحانيين، لحد ما في يوم جاب لنا راجل البيت اسمه الشيخ عبد الحارس. أول ما الشيخ ده عدى باب البيت الجو برد فجأة وبقينا حاسين بتلج في أطرافنا، مع إننا في شهر أغسطس. الشيخ عبد الحارس كان ماسك في إيده سبحة خشب حبتها كبيرة، وعينه كانت بتلف في المكان كأنه بيدور على حد إحنا مش شايفينه. وقف في نفس النقطة اللي أبويا شافها في الحلم وغمض عينيه، وفجأة ابتسم ابتسامة مرعبة وقال: يا مسعود، بيتك عايم على بحر من الذهب، بس المشكلة إن الذهب ده له صاحب، وصاحبه ما بينامش. الشيخ قال لأبويا إن المكان ده مرصود، والرصد للي ما يعرفش هو جني أو شيطان من آلاف السنين. الكهنة الفراعنة كلفوه بحراسة المقابر بتاعتهم، وما بيسيبش مكانه أبدا إلا بعد ما ياخد فديته. أبويا كان بيسمع وعينيه بتلمع بالطمع، ما كانش بيفكر في الفدية ولا في اللعنة، كان بيفكر في التماثيل والذهب. بدأنا الحفر، كنا بنقفل أبواب وشبابيك البيت كلها بالليل علشان الجيران ما يحسوش. أنا وأبويا وأخويا الصغير محمود كنا بننزل نحفر بالليل، وبنطلع التراب في شكاير ونخبيها في الأوضة القديمة. أول يومين الحفر كان عادي، تراب وطين، بس في اليوم الثالث لون التراب اتغير، بقى لونه مدي على احمرار، وريحة المكان بقت لا تطاق، ريحة زفرة كأن في جثث متحللة تحتنا. أمي كانت بتترجانا نوقف حفر، كانت بتقول البيت ما بقتش ريحته عمار، البيت اتملى شياطين. بس أبويا كان زي المسحور، وبيسمع ما بيردش. في اليوم الخامس كنت بحفر لوحدي، وفجأة الفاس خبطت في حاجة ناشفة، الصوت رن في الحفرة كلها، قلبي وقف. ناديت على أبويا، نزل بسرعة وبدأ ينظف التراب بإيده. كانت بلاطة من الجرانيت الأسود ناعمة جدا ومرسوم عليها نقوش غريبة، مش هيروغليفي عادي زي اللي بنشوفه، دي كانت رسومات لكائنات نصها حيوان ونصها إنسان، وفي النص عين كبيرة منحوتة كأنها بتبصلنا في الظلمة. الشيخ عبد الحارس نزل الحفرة، وأول ما شاف البلاطة وشه جاب ألوان، طلع بخور لونه أسود وريحته خنقة ورماه في المبخرة.
وبدأ يتمتم بكلمات سريعة جدا وبلغة عمرنا ما سمعناها. وهو بيقرأ النور بتاع الكشافات اللي كنا جايبينها طفى فجأة. الحفرة بقت ضلمة كحل، مفيش غير لون الفحم الأحمر في المبخرة. وفي اللحظة دي سمعناه صوت همس جاي من ورا البلاطة الجرانيت. مش صوت واحد، أصوات ناس كتير بيتكلموا مع بعض بصوت واطي جدا. أنا صرخت يا أبويا يلا نطلع من هنا، بس أبويا ما كانش بيرد. نورت كشاف موبايلي بالعافية ووجهته على أبويا، لقيته قاعد جنب البلاطة الجرانيت وعينيه ثابتة عليها تماما، والشيخ عبد الحارس واقف جنبه بيبتسم. الشيخ وطى على أبويا وقال له بصوت غريب عامل زي صوت التعابين: الباب اتفتح يا مسعود، والملك شافك، بس علشان البلاطة دي تنزاح وتاخد اللي تحتها لازم الفدية تندفع حالا. أبويا قام ووقف وعينيه بتلمع بالطمع، وسأله بلهفة: فدية ايه؟ اطلب اي حاجة وانا هتصرف في اي فلوس تطلبها. الشيخ ضحك ضحكة جافة صوتها رن في المكان وقال له: الملوك اللي تحت ما بياخدوش ورق يا مسعود، الرصد طالب روح، طالب حاجة من ريحتك، دم من صلبك. وعينيه لفت في الضلمة وبصت ناحيتي أنا كنت واقف سامع الكلام ومصدوم. هو الشيخ بيطلب من أبويا يضحي بحد فينا؟ أبويا رغم إن الطمع كان عميق بس الكلمات زلزلته. الأبوة غلبت الجشع في اللحظة دي، وشه احمر وعروقه نفرت، ومسك الشيخ من جلابيته وزعق فيه بصوت هز جدران البدروم: انت بتقول ايه؟ اضحي بعيالي علشان حتة حجر؟ اطلع برا بيتي يا ملعون، برا. الشيخ ما بداش اي مقاومة، ملامحه كانت باردة جدا. لف ظهره وبدأ يطلع على السلم الخشب، بس قبل ما يختفي في الضلمة وقف ومن غير ما يتلفت قال بصوت هادي ومرعب: انت فتحت الباب يا مسعود، واللي تحت صحي وشم ريحتكم. لو ما اديتوش الفدية برضاك هياخدها غصب عنك، ومش هيرحم حد فيكم. من تاني يوم البيت اتحول لجهنم. الأول الورود والزهور اللي كنا بنراعيها من سنين دبلت وماتت في ليلة واحدة. وبعدها بيومين محمود. كانت الساعة 3 الفجر لما صحيت على صوت أمي وهي بتصوت. جريت على الصوت لقيتها واقفة عند باب أوضته وإيدها على بقها. محمود كان واقف على حرف الشباك المفتوح، الهوا بيحرك هدومه بهدوء، عينيه مفتوحة على الآخر وبيضة تماما ما فيهاش نني، وبيتكلم بصوت تخين، صوت راجل عجوز: الدم بالدم والروح بالروح، مفيش خروج. شدناه من الشباك بالعافية وكان جسمه تقيل جدا بشكل مش طبيعي. ومن يومها محمود فقد النطق، ما بقاش بيتكلم خالص وما بقاش بيبص في وشنا، بقى دايما قاعد باصص لحاجة في ركن السقف وبيترعش. وبعد كده أمي اللي كانت ست مؤمنة وبتاعت ربنا ما بقتش تطيق تسمع صوت الأذان. كل ما الأذان يأذن كانت بتسد ودنها، وساعات كانت بتفضل تصرخ وتخربش في وشها واحنا واقفين جنبها مش عارفين نعمل لها ايه. الأكل في البيت بقى بيبص في ساعتها، تجيب العيش سخن تلاقيه بعد ساعة عفن. المية في الحنفيات بقى لونها اسود وريحتها كبريت. أبويا راح للشيخ عبد الحارس وقال له: شوف حل، عيلتي بتتدمر. الشيخ قال له ببرود: ما أنا قلتلك الرصد صحي ومستني الفدية، لو ما خدهاش هياخد عيلتك واحد واحد. أبويا اتعصب وقال له: أنا هردم الحفرة دي ومش عايز آثار ولا زفت. الشيخ ضحك وقال: بعد إيه؟ أنت فاكر الدخول زي الخروج؟ بالليل نزلنا أنا وأبويا نردم الحفرة، رمينا فيها أكتر من 20 شكارة تراب، سويناها بالأرض ونمنا وإحنا حاسين إننا ارتحنا شوية. الصبح صحيت على صوت أبويا بيصرخ، جريت على مكان الحفرة، لقيت التراب كله اللي رميناه
متكون بره الحفرة، والحفرة مفتوحة أعمق من الأول، والمرة دي البلاطة الجرانيت كانت متزاحة من مكانها، وفي تحتها سلم حجر أسود نازل لتحت في الضلمة. أبويا انهار وقعد على الأرض، الرعب سيطر علينا كلنا، بقينا محبوسين في بيتنا، خايفين نخرج وخايفين نفضل. أبويا ملقاش حل غير إنه يرجع للشيخ عبد الحارس. الشيخ طلب مبلغ خيالي علشان يعمل جلسة صرف الرصد ويحاول يعمي عينه عننا علشان ما يأذناش. ليلة الخميس الشيخ جاب معاه شنطة سودة كبيرة، طلب مننا نقفل البيت بالضبة والمفتاح ونولع شموع سودة في كل الأركان. جاب طائر غريب، مش فرخة ولا ديك، طائر ريشه أسود بيلمع وعينه حمرة. دبحه فوق باب الحفرة وبدأ يرسم بالدم طلاسم على الحيطان. بدأ يقرأ العزيمة وصوته كان بيعلى ويعلى، وكان بيطلب مننا نردد وراه نفس الكلام مش فاهمينه. وفجأة البيت كله بدأ يتهز، مش عارفين إذا كان زلزال ولا الهزة دي كانت من تحتنا إحنا بس. الشموع كلها طفت في نفس اللحظة، وسمعنا صوت طبل فرعوني جاي من تحت السلم الحجر. الشيخ مسك كشاف ووجهه ناحية السلم وقال بصوت بيترعش: هو طالع، احموا نفسكم. من الضلمة اللي تحت بدأت تظهر خيالات، مش بني آدمين، كائنات طويلة جدا أطرافها رفيعة بشكل مرعب وماشية على الحيطان والسقف زي العناكب. أنا اتسمرت في مكاني مش قادر أتحرك. الكائنات دي بدأت تتجمع حوالين الشيخ بدأ يصرخ ويقرأ آيات متلخبطة بطلاسم، بس الكائنات دي ما كانتش بتخاف. وسمعت صوت خشن بيتردد في الأوضة كلها، صوت ملوش مصدر كأنه بيتكلم جوه دماغي. العهد انكسر والدم اتنصر. فجأة حاجة سحبت الشيخ عبد الحارس من رجله، والراجل طار في الهوا ونزل جوه الحفرة. سمعنا صوت صرخة طويلة واتقطعت فجأة، وبعدين صمت مميت. أبويا وقف، عينيه كان فيها حاجة مش طبيعية، نظرة ما شفتهاش عليه طول عمري. ابتدى يتحرك ناحية السلم. جريت ومسكته: يا أبويا رايح فين؟ اتلفت لي التفاتة بطيئة جدا وبصلي بعينين شكلها غريب، وقال بصوت واطي أنا سامعه بيناديني. حاولت أمسكه بس كان أقوى مني. نزل على السلم في الضلمة وفضلت أنده عليه لكن مفيش رد. ثواني وسمعت صوت ضحكة مجنونة مريضة، وبعدها سمعت صوت الحجر الضخم بيتحرك. البلاطة الجرانيت اللي كانت متزاحة بدأت ترجع لمكانها لوحدها. جريت علشان ألحق أبويا، بس البلاطة اتقفلت تماما وكأنها ما اتفتحتش قبل كده. أبويا والشيخ اختفوا تحت الأرض. بلغنا البوليس، جت قوات ونزلوا حفروا المكان كله، والنتيجة ما لقيناش حاجة، لا البلاطة الجرانيت ولا السلم الحجر ولا أي حاجة. الأرض كانت صلبة ومصمتة، كأن مفيش حفرة اتعملت فيها من الأساس. الضابط افتكرنا مجانين أو إننا قتلنا أبويا وخفينا جثته، بس ما كانش في أي دليل. وفي النهاية القصة اتأيدت غياب في ظروف غامضة. احنا سيبنا البيت، هربنا بجلدنا. أمي لحد النهاردة في مصحة نفسية، بتصحى كل يوم الفجر وتقف على باب أوضتها وتستنى أبويا يطلع من تحت الأرض. محمد أخويا لسه ما بينطقش، ودايما بيرسم على الورق كل يوم، بيرسم نفس الرسمة، كائنات طويلة بأطراف متكسرة ماشية على الحيطان. أما أنا فكل يوم بالليل قبل ما أنام بسمع صوت الهمس ده في وداني، ولما بمشي في أي حتة ضلمة بشم ريحة البخور الأسود والدم الفاسد. أنا عارف إن الرصد ما بيسيبش حد فلت منه، وعارف إنه هيجيلي في يوم من الأيام. نصيحتي لأي حد بيسمعني: ما تفتحوش الأبواب المقفولة، لأنكم مش هتعرفوا تقفلوها تاني. وبكده تنتهي حكايتنا النهاردة.
لكن الحكايات المرعبة ما بتنتهيش أبدا. لو بتحب العالم ده ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة علشان نوصل لكل محب الرعب في كل مكان. خلوا بالكم من نفسكم لغاية أما نتقابل تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.